السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن يا رب. طلبة تانية ثانوي حبايب قلبي، ده الفيديو بتاع التقييمات بتاعت الترم التاني بالكامل. هنحل التقييمات كلها مع بعض دلوقتي، اكتر من 70 سؤال. ليه؟ لان الوزارة قايلة ان الامتحانات بتاعت اخر السنة لا تخلو من التقييمات، يعني حضرتك هتلاقي نفس الافكار ان ما كانش نفس الاسئله. لو ما كانش نفس الاسئله يبقى نفس الافكار بالظبط في امتحان اخر السنه ان شاء الله. انا مجمع لك هنا التقييمات بتاعه الترم كله على مدار الست وحدات اللي عندك، وهنحلهم مع بعض مجمعين. عندك طبعا البي اف ده هتلاقيه في الديسكربشن تحت، تقدر تحمله علشان الدنيا تبقى اسهل معاك او عشان تتابع برضو معايا واحنا بنحل. انا عايزك تمسك قلمك الجميل وتكتب معايا اي ملحوظات او اي كلمات انت ما كنتش تعرفها، ولما جينا نترجمها دلوقتي انت فهمتها. اوكي، نبدا. بسم الله. اول جمله بقول لك she was over the moon. يعني ايه she was over the moon يا جماعه؟ over the moon لو انت ترجمتها ترجمه حرفيه، over يعني فوق او على، صح؟ the moon يعني القمر، على القمر. اكيد مفيش حاجه اسمها على القمر. مقصود بيها طايره من الفرحه. مقصود بيها ايه يا بابا؟ طايره من الفرحه. يبقى over the moon معناها طايره من السعاده. When she not with us in that charity. لما هي نقط معانا في الجمعية الخيرية. كانت طايرة من السعادة لما نقط في الجمعية الخيرية. affected أثرت في الجمعية الخيرية؟ ما أعتقدش. طيب participated شاركت في الجمعية الخيرية؟ تنفع. deleted مسحت في الجمعية الخيرية؟ أكيد لا، مش مسحت. urged يعني عجلت في الجمعية الخيرية؟ لا. يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع هي letter B participated. يعني إيه participated؟ ترجم معايا بقى كده. participated يعني يشارك، وبيجي بعدها in. participated in يعني يشارك فيه. قول ورايا participated in يعني يشارك فيه. قول معايا participated in يعني يشارك فيه. طيب number 2 you cannot deny. يعني ايه deny يا جماعه؟ deny يعني ينكر. انت مش هتقدر تنكر that in you were unhappy ان انت كنت غير سعيد when you were left not لما تم تركك ايه؟ despite your mistakes بالرغم من اخطائك. when you left ايه؟ of ولا in ولا up ولا out. عندنا expression في unit 7 left out. يعني ايه left out يا جماعه؟ يعني مهجور، تم هجره، تم تركه وحيدا، تم استبعاده. left out يعني تم استبعاده. we're left out معناها ان هو تم استبعاده. number 3 treating everyone justly and equally means not. انك تتعامل treating يعني المعاملة. everyone انك تتعامل مع كل واحد justly بعدالة and equally وبمساواة. means ايه؟ ده معناه ايه؟ هل ده معناه intelligent ذكاء؟ لا طبعا. هل ده معناه fairness عدالة؟ طبعا هي دي fairness. طب letter C معناها bitterness، معناها مرارة، المرارة حاجة مرة؟ طبعا لا. آخر واحدة forgiveness. يعني forgiveness السماح؟ طبعا لا. فالإجابة هتبقى letter B fairness معناها العدالة. تعالى نكمل. نمبر 4 بقول لك not she to come she would enjoy nice time. طبعا السؤال ده من تكوينه كده هنعرف ان هو عن بدايل اف. ايه هي بدايل اف يا جماعه؟ طبعا لو انت فاكر او انت مذاكر كويس، بدايل اف دي يا جماعه اللي هم should او were او had، اللي هم ايه او ايه او ايه يا جماعه؟ should او were او had. وسبحان الله التلاته موجودين في الاختيارات. بص كده، ادي should وادي were وادي had. طيب احنا نختار مين يا مستر؟ ما هم التلاتة بيجوا بدائل لاف، والتلاتة لما بيجوا في اول الجملة بيبقى معناهم اذا او لو. يعني ايه؟ يعني وير في اول الجملة معناها اذا او لو، هاد في اول الجملة معناها اذا او لو، شود في اول الجملة معناها اذا او لو. طب انا كده هفرق ما بينهم ازاي وهختار بناء على ايه؟ طبعا لو انتوا فاكرين ان شود بتاخد بعدها بعد السبجكت فاعل، ثم بعد الفاعل بيجي فيرب انفينيتيف مصدر. اما وير بتاخد تو المصدر. هات بقى بتاخد ايه يا عم الحاج؟ هات بتاخد بي بي. فالسين سؤال يا جماعه، هنا بعد النقط في شي، بعد الشي بقى في ايه؟ تو كم. وتو كم ده مصدر ولا تو المصدر؟ تو المصدر. يبقى انا هختار شود ولا وير ولا هاد؟ طبعا لتر ايه اللي هي وير، عشان وير هي اللي بتاخد ايه؟ تو المصدر. يبقى ريبيت افتر مي وراجع معايا والنبي. شود فاعل مصدر
where فاعل to المصدر had فاعل be قول ورايا should فاعل مصدر where فاعل to المصدر had فاعل be قول مع بعض should فاعل مصدر where فاعل to المصدر had فاعل be طبعا هنا لو كان في come بس من غير to يعني لو كنت شلت to كانت بقت مصدر فكنت اختار ايه should صعب الكلام ده. طيب take your lunch box خد اللانش بوكس بتاعك with you to the club خد اللانش بوكس بتاعك معاك للنادي not you are hungry عشان لو انت كنت جعان unless ولا without ولا in case ولا should. تعال نترجم مع بعض. هنا should لما تيجي في اول الجمله معناها اذا او لو بس بيجي بعدها مصدر. هل are ده مصدر؟ لا يبقى should غلط. طب without مستحيل يختلف يا جماعه لان without معناها بدون وبيجي بعدها يا اما ing اسم يعني يا اما يا اما ing او ايه او اسم وهنا بعد النقط في you are hungry ودي sentence دي تعتبر جمله ولا هي ing ولا هي اسم. طيب كده ما بقناش غير اتنين unless و in case. يعني unless يعني in case. unless يعني لو لم ودي كانت النفي بتاع اف. in case بقى in case دي كانت بتساوي كلمه اف ومعناها لو. السؤال خد لانش بوكس علشان لو لم تجوع ولا عشان لو جوعت؟ لو جوعت يبقى تبقى in case اللي هي letter C. Number 6, we all didn't expect him to be not in the main team. It was surprising. دي كانت حاجة مفاجأة جدا. احنا ما كناش نتوقع ان هو نقط في التيم الرئيسي ان هو included يتم وضعه او يتم اشتماله في التيم الرئيسي ولا forgave يسامح ولا pretended يمثل ولا recycled يتم إعادة تدويره. طبعا الوحدة هتنفع هي الأولى اللي هي included. يعني إيه included؟ يتم ضمه أو شمله. ضمه يتم انضمامه يعني. يبقى هنا be included معناها يتم انضمامه. يعني من الآخر إحنا كنا شايفين المستوى وحش فإحنا ما كناش متوقعين إن هو هيتم ضمه. It was surprising. دي كانت حاجة مفاجأة جدا. تعال نكمل. Number 7. By the end not each chapter of the novel. قبل نهاية كل فصل chapter يعني فصل of the novel رواية we have to do a review on it. احنا لازم نعمل زي ريفيو عليها زي مراجعة عليها زي تقييم عليها صغير. يبقى by the end of each chapter ولا on ولا in ولا for. طبعا by the end of معناها في نهاية. by the end of معناها قبل نهاية. by the end of معناها قبل نهاية. Number 8 all the candidates جميع المرشحين. candidates معناها ايه؟ المرشحين. جميع المرشحين يا جماعة should be نقط يجب ان هم يكونوا ايه؟ the same chance يجب ان هم نقط نفس الفرص. same chance يعني نفس الفرصة. to be able to choose the best علشان يبقوا قادرين على اختيار الأفضل. يبقى لازم ان هم ايه؟ divided يقسموا نفس الفرصة. excluded يتم استثنائهم من نفس الفرصة. طبعا لا. got يا جماعة يعني يحصل. انا مش معترض ان got يعني يحصل وتنفع يحصل على نفس الفرصة ولكن هنا should be يعني يجب هم يعني دي كده جملة باسف يعني يجب ان هم يتم حصلهم. لا given يتم إعطائهم should be given the same chance يجب أن يتم إعطائهم نفس الإيه؟ الفرصة. طيب Number 9 would you join that club if you not enough time. هل أنت كنت هتنضم لهذا النادي لو أنت كان عندك وقت كفاية؟ هنا عندك في النص كلمة if وإحنا عارفين إن if دي يا جماعة ليها 4 conditions 4 حالات. الحالة الأولى الثانية الثالثة والحالة الزيرو. ركز معايا هنا في would you join. would you join يعني would plus المصدر. would plus المصدر ده دي في الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ لا في الحالة الثانية. الحالة الثانية دي F بتحتاج بعدها زمن الإيه؟ الباست سيمبل الماضي البسيط. كنا بنغنيها كده يا جماعة if ماضي would والمصدر if ماضي would والمصدر if ماضي would والمصدر. يبقى هتبقى have لا have ده مش ماضي. طب had لا had ده past perfect ماضي تام. طيب we're having ولا had؟ طبعا had يا جماعه اللي احنا عايزين past simple اللي هو have الماضي منها had. تعال نكمل. Number 10 if you hadn't done this homework on time he should not. بالراحه وامسك العقل معايا. هنا عندك كلمه ايه يا عم الحاج؟ كلمه if
وهنا بعدك hadn't done يعني had وبعدها البي بي. هادوا البي ده يا جماعه تبقى الثيرد كونديشن، الحاله الثالثه. تعال نفتكر مع بعض والنبي. if had بي would have بي. مش سامع. if had بي would have بي. طيب فهنا should مكان would يا جماعه تبقى should والهاف والايه والبي بي. طيب انت دلوقتي اكيد زمانك محتار، هل هختار have punished عشان have والبي بي ولا هختار have been punished عشان have been والبي بي؟ بص بقى يا نجم، have punished لو الجملة active، have been بي أو have been punished يعني لو الجملة passive. السؤال بقى هو يعني ايه active ويعني ايه passive؟ لو انت مش عارف لحد دلوقتي يعني active ويعني ايه passive يبقى انت في مصيبة عامة، بس ما علينا. active يعني الجملة بادئة بsubject بفاعل، اما passive الجملة بادئة بobject بمفعول. ايه الحوار ده بقى يا عم الحاج؟ تعال اقول لك. بقول لك لو هو مش بيعمل الواجب بتاعه في الميعاد يبقى هو لازم ان هو يعاقب ولا لازم ان هو يتعاقب؟ يتعاقب. يبقى هو اللي هيعمل الفعل ولا هيقع عليه الفعل؟ هيقع عليه الفعل. يبقى هو الفاعل ولا هو المفعول؟ هو المفعول. يبقى انا هنا هختار have punished ولا have been punished؟ have been punished اللي هي letter دي قولا واحدا. صعب الكلام ده؟ يبقى ركز معايا. لو فاعل should have will be be، لو مفعول should have been will be be. نقول تاني مع بعض. لو فاعل should have be، لو مفعول should have been will be be. Number 11 to not علشان not is to make someone انك تجعل حد or something او شيء ما part of a group or total جزء من المجموعة او جزء من الكل. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتستثنيه او تبعده ولا بتشمله او بتضمه؟ بتضمه يبقى تبقى include. يبقى to include انك تضم حد ده معناه ان انت بتخليه جزء من المجموعة. Number 12 he is so not هو نقط جدا and ambitious. يعني ايه ambitious يا جماعه؟ ambitious يعني طموح. احنا اتفقنا ان احنا بنمسك القلم ونترجم مع بعض. حضرتك مش معاك البي دي اف تجيب كشكولك الجميل وتكتب معايا. اتفقنا ان احنا بنكتب مع بعض، مش انا اللي بكتب لوحدي. انا عارف المعلومات دي انت اللي مش عارفها. الله يسترك اكتب. and ambitious يعني ambitious طموح، شخص طموح عنده طموح كتير جدا. that he can come first easily لدرجة ان هو بيجي الاول بسهولة او بياخد المركز الاول بسهولة. يبقى ده شخص سو ايه؟ هل هو سو intolerant؟ يعني ايه intolerant؟ يعني غير مهذب. بقول لك ان هو شخص طموح وبيحقق المركز الاول ده وهو غير مهذب؟ لا مالهاش علاقة. urgent يعني عاجل ولا unintelligent يعني غير ذكي ولا confident واثق من نفسه؟ طبعا هي الليتر دي يا جماعه. واثق من نفسه، هو شخص واثق من نفسه واثق من قدراته وكمان طموح فدايما بيحقق المراكز الاولى. تعال نكمل. Number 13 winning this international championship الفوز بهذه البطولة الدولية needs to محتاج ان هو ايه؟ more great efforts مجهودات عظيمة اكثر. يبقى الفوز بالبطولة الدولية يحتاج الى ايه؟ forget انك تنسى المجهودات؟ لا طبعا. ignore انك تتجاهل المجهودات؟ مستحيلة. make انك تعمل مجهود جبار. make effort يعني يعمل مجهود. make effort يعني يعمل يا بابا مجهود. Number 14 if you not enough time لو انت نقط وقت كفاية would you like to come the cinema with us هل تحب تيجي معنا؟ ولو انت ركزت هنا في would ثم like يعني would ثم الايه يا بابا؟ المصدر. فكرني would والمصدر ده بيجي في الحالة الكام؟ في السكند كونديشن. في الحالة الثانية الاف، واف في الحالة الثانية دي بيجي بعدها زمن ايه؟ past simple ماضي بسيط. يبقى تبقى have ولا had ولا had ولا we're having؟ طبعا هتبقى had letter B عشان هو ده الماضي البسيط. تعال نكمل. Number 15 بقول لك not they finish their task not هم خلصوا التاسك بتاعهم او المهمة بتاعتهم they won't call you هم مش هيتصلوا بيك. لو هم خلصوا مش هيتصلوا بيك ولا لو ما خلصوش مش هيتصلوا بيك؟ تعال نشوف. عندك هنا كلمة where يا جماعة بيجي بعدها to المصدر. هل finish ده to المصدر؟ لا طبعا يبقى where غلط. طب هي had بيجي بعدها ايه؟ had بيجي بعدها بي بي. هل finish ده بي بي؟ لا طبعا. طب could يعني يستطيع ملهاش دعوة بإف هو أصلا.
يبقى الإجابة هي unless، unless يعني يا جماعة لو ما خلصوش التاسك مش هيتصلوا بيك. يعني أنت مثلا مستني منهم حاجة، أنت مستني مني فيديو، فلو أنا ما خلصتوش مش هكلمك، أول لما أخلصه هكلمك أقول لك الفيديو نزل يلا اتفرج عليه، تمام؟ لكن لو أنا ما خلصتش مش هكلمك. تعال نكمل. نمبر 16، سؤال رقم 16. Our knot helped us carry the heavy boxes in the house. نقط بتاعتنا helped us ساعدتنا carry ان احنا نشيل نرفع the heavy boxes الصناديق التقيلة into the house الى البيت. our strangers الغرباء بتوعنا، الناس الغريبة بتاعتنا، مفيش حاجة اسمها غرباء بتوع اصلا. teachers المدرسين بتوعنا اكيد مش هنجيب المدرسين يشيلوا. طب neighbors ولا tourists يعني سياح فمستحيله. neighbors يعني جيران، الجيران بتوعنا يا جماعه ساعدونا ان احنا نرفع الصناديق الى المنزل. نمبر 17 during the lesson اثناء الحصه students بعض الطلبه not to answer the questions الطلبه نقط ان هي تجاوب الاسئله. take turns ولا run quickly ولا wait silently ولا jump together بالراحة. يعني ايه take turns؟ take turns يعني يتبادل الأدوار. B run quickly يعني يجري بسرعة. يعني wait silently يعني ينتظر بصمت. jump together يعني ينط معا أو يقفز معا. طبعا الطلبه بعد او اثناء الحصه الطلبه بتعمل ايه عشان تحل الاسئله؟ طبعا الحاجه الوحيده اللي تنفع هي take turns يعني يتبادلون الادوار علشان يحلوا الاسئله. Number 18 I would have that mobile if I not enough money. لو انت ركزت هنا هتلاقي if. عايز اعرف دي الكونديشن رقم كام، دي الحل رقم كام. عندك هنا would ثم have بس كده، يبقى دي تعتبر وود ولا يا جماعه؟ وود والمصدر برضو، والوود المصدر قلناها 6 مرات النهارده، دي تعتبر second condition حاله ثانيه، والحاله الثانيه اف بيجي بعدها past simple ماضي بسيط، والماضي البسيط بيبقى had اللي هي letter B. 19 بقول لك many cultural not are held in the city every year to celebrate traditions. الكثير من نقط الثقافيه cultural يعني ثقافيه are held in يتم إقامتها فيه. The city المدينة every year كل عام to celebrate عشان نحتفل بالtraditions بالعادات والتقاليد. هي traditions معناها تقاليد يعني بس عادات وتقاليد. طيب يبقى الكثير من النقط الثقافية بيتم إقامتها في المدينة كل سنة عشان نحتفل بالتقاليد والعادات بتاعتنا. disagreements العديد من الخلافات بيتم إقامتها بنقعد نعمل اختلافات مع بعض؟ لا طبعا. tasks مهمات أو طلبات؟ لا طبعا. طب events ولا duties؟ طبعا events يعني أحداث. أحداث اللي هي بمعنى حدث يعني عيد مناسبات يعني. duties يعني واجبات. طبعا في ايه علشان نحتفل بالتقاليد يا جماعه؟ اكيد احداث اللي هي events اللي هي مناسبات، تبقى letter B. duties يعني واجبات غلط. Number 20 reading books and listening to experienced people انك تقرا كتب او قراءه الكتب يا جماعه and listening to واستماع experienced people الناس ذو الخبره can help you يقدر ان هو يساعدك انك نقط wisdom. يعني ايه wisdom يا جماعه؟ يعني الحكمه. wisdom يعني ايه؟ حكمه. يعني ما تقرا كتب كتير وتسمع نصايح من ناس كبيره او ناس عندها خبرات كتيره او ناس عندها تجارب كتيره، ده هيساعدك انك نقط حكمه. لوز هتخسر الحكمه يا جدع مش تنفع طبعا. forget تنسى الحكمه بتاعتك اكيد لا. طب gain ولا waste؟ waste يعني يضيع اكيد لا. gain يعني يكتسب حكمه. Number 21 عادي not that phone if it hadn't been so expensive. لو انت ركزت هتلاقي ادي if وعندك هنا hadn't been يعني had plus الايه يا جماعه؟ البي بي. ودي كده تعتبر third condition حاله ثالثه. وفكرني معلش if had PP would have PP واللي ورايا if had PP would have be. طب مستر مفيش would have be. اقول لك عشان انت كده حافظ مش فاهم. ليه بقى؟ لان احنا عارفين يا جماعه ان would وقلنا قبل كده would بتساوي could
وبتساوي might. يبقى لو انا ما لقيتش would have be اقدر اقول could have be او might have be، فالاجابه الوحيده تنفع هي might have bought. الجمله معناها ان عادل كان ممكن يشتري تليفون لو ما كانش غالي جدا، وده معناه ان هو كان غالي جدا، وده معناه ان علي ما اشتراش التليفون. طيب تعال نكمل. 22. The principal will not the students about the new school rules tomorrow. Principal يا جماعة اللي هو الناظر. ناظر المدرسة يا جماعة will إيه؟ سوف not the students الطلاب about the new school rules عن القواعد المدرسية الجديدة بكرة. الوكيل أو الناظر هيعمل إيه للطلبة في القواعد؟ ignore هيتجاهل الطلبة في القواعد؟ لا. forget هينسى الطلبة في القواعد؟ لا. escape ولا address؟ escape يعني يهرب، فطبعا مستحيلة. امال الإجابة هتبقى يا جماعة address يعني إيه؟ يعني يخاطب. مستر هو مش ادريس يعني عنوان؟ اقول لك ادريس يعني عنوان، بس برضه ادريس تيجي بمعنى ايه؟ يخاطب. فالناظر هيخاطب الطلبه عن قواعد المدرسه الجديده. يبقى ادريس يعني ايه؟ عنوان او يخاطب. 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 طيب 23 during the meeting اثناء الاجتماع each engineer كل مهندس was asked تم الطلب منه was asked هو اللي تم الطلب منه to note a solution ان هو نوت حل to the problem للمشكلة. ان هو do يعمل حل؟ لا طبعا. deny ينكر حل؟ لا طبعا. suggest ولا separate؟ طبعا suggest ان هو يقترح حل. suggest يعني يقترح. suggest يعني يقترح. separate يعني يحتفل بحل. لا. طيب Number 24 المفروض يعني if you not red and green paint you get brown paint. لو انت خلطت الريد بينت الدهان الاحمر بالجرين بينت بالدهان الاخضر you get brown paint انت هتحصل على لون او دهان لونه بني. ده تعتبر يا جماعه زيرو كونديشن. ليه زيرو كونديشن؟ علشان دي حقيقه. الحقيقة يا جماعة انك لما بتعمل ميكس اللون الاحمر مع اللون الاخضر بيحصل على لون ايه؟ بني. بما ان هي حقائق يبقى دي حالة زيرو كونديشن. طب تعالى نفتكر مع بعض ايه هي زيرو كونديشن يا جماعة؟ ايه الحاجة اللي بستخدمها في العادات وفي الحقائق؟ قول معايا يلا النبي. اف بريزنت صعبة صح؟ مش لاقيها. يبقى ورا كده اف مضارع زيرو اف مضارع زيرو اف مضارع زيرو اف مضارع عادات وحقائق علمية. عادات وحقائق علمية. يلا مع بعض. حالة الزيرو بتكون اف مضارع زيرو اف مضارع زيرو اف مضارع عادات وحقائق علمية. عادات وحقائق علمية. يبقى انا هنا بما ان هي حالة زيرو هستخدم زمن البريزنت سمبل المضارع البسيط. طب المضارع فين هو فين يا جماعه؟ ميكسد ده مش مضارع طبعا. ويل ميكس لا. هاد ميكس لا. هي ميكس اللي هي لتر دي. صعب الكلام ده يا جماعه؟ اتمنى ما يكونش صعب. نمبر 24 بقول لك it's better to not work and play to stay focused. من الافضل انك not شغل تلعب to stay focused وانك تلعب علشان تفضل مركز. من الافضل انت separate تفصل الشغل عن اللعب، ولا cooperate تعاون الشغل واللعب، join تشترك الشغل واللعب، make تجعل الشغل. طبعا من الافضل انك separate انك تفصل الشغل عن اللعب عشان تفضل مركز. طبعا يا جماعه الاول كلمتين دول اسمها ايه؟ it's better دي الدبل تي صح؟ بس هو النطق الصح بتاعها مش better. النطق الصح بتاعها better it's better الدبل تي بتنطق دي. يبقى it's better to separate work and play. طيب number 25 designing new ideas تصميم افكار جديده for a project المشروع needs يحتاج a lot of ايه؟ يحتاج الكثير من الايه؟ recycling اعاده التدوير؟ لا طبعا. violence العنف انك تعمل افكار للمشروع اللي محتاج عنف؟ لا طبعا. awareness محتاج وعي، يعني ما اعتقدش ان الوعي له علاقه بافكار المشروع. طيب creativity ابداع، محتاج ابداع انك تطلع افكار كتير. 26 anything that prevents progress is not اي شيء that prevents بيمنع البروجرس
التقدم يعتبر ايه؟ تيم ورك يعتبر عمل جماعي؟ اي حاجه بتمنع التقدم ده عمل جماعي؟ لا طبعا. enthusiasm الشغف؟ لا طبعا. تشينج ميكر صانع التغيير؟ لا طبعا. طب اوبستكل؟ ايوه اوبستكل يعني يا جماعه عقبه. العقبة هو أي شيء بيعيق التقدم، أي شيء بيعيق التقدم ده كده اسمه obstacle. يعني إيه obstacle يا جماعة؟ يعني عقبة. 27 I can hear you well. أنا أقدر أسمعك كويس، أنا عارف أسمعك كويس. You not shout. أنت not تزعق، بقول لك أنا سامعك. يبقى أنت لازم تزعق ولا مش لازم تزعق؟ مش لازم تزعق، بالراحة بقى. are not permitted. وترجم معايا الاختيارات دي عشان الاختيارات دي خطيرة 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 خطيرة. are not permitted يعني ايه are not permitted؟ يعني غير مسموح بها. aren't allowed يعني غير مسموح بها. are prohibited يعني محرمة. don't have to يعني مش مضطر. ممكن بقى تقول لي هختار انهي؟ بقول لك انا عارف اسمعك كويس، يبقى انت نقط تزعق. مش مسموح لك تزعق ولا محرم انك تزعق ولا مش مضطر تزعق؟ مش مضطر تزعق يا جماعه، يبقى don't have to. Students نقط الطلبة نقط work together to achieve common goals. الطلبة نقط ان هم يشتغلوا مع بعض علشان يحققوا achieve يعني يحقق common goals اهداف مشتركة. يبقى الطلبة must يجب ان هم يشتغلوا مع بعض. تنفع طبعا بس تعال نكمل الاختيارات. shouldn't ما ينفعش ان هم يشتغلوا مع بعض او لا يجب؟ لا. don't have to مش مضطرين؟ لا. طب can't لا يستطيعون؟ لا. فالاجابه تبقى must يعني يا جماعه يجب ان هم يشتغلوا مع بعض. 29 group project المشاريع الجماعية. group project يعني المشاريع، project يعني مشاريع، group يعني جماعية. are easier بتكون أسهل when there is good a لما بيكون في نقط جيد among members ما بين الأعضاء بتاع المجموعة. لما يكون في eagerness شغف بين الأعضاء. بص هو لازم يكون في شغف، انا مش معترض، بس فكر فيها. هو الشغف يا بين الاعضاء وبعضهم؟ يعني انا عندي شغف ليك وانت عندك شغف ليها وهي عندها شغف ليها وهي عندها، لا الشغف مش بيبقى بيننا. تمام. طيب وكمان لو انت ركزت letter B يعني enthusiasm برضه معناها الشغف لان هما الاتنين بيساووا بعض، يبقى مستحيل يحط اختيارين بيساووا بعض وتطلع واحده منهم صح. طب recognition تعريف ولا cooperation تعاون؟ تتوقع ايه؟ بقول لك مشروع جماعي يبقى لازم يكون في عشان نحقق هدفنا cooperation. يعني cooperation تعاون، لازم يكون في تعاون جيد ما بين اعضاء المجموعه. تعال نكمل. number 30 رقم 30 not thinking helps people solve problems in unique and original ways. not thinking التفكير الايه helps بيساعد people الناس solve ان هم يحلوا problems اللي هي المشاكل in unique بطريقة او بطرق فريدة من نوعها. unique يعني فريد من نوع. and original يعني اصلي. ways معناها طرق. يبقى التفكير الايه هو اللي بيساعد الناس تحل المشاكل بطرق اصليه وطرق فريده من نوعها. الكرييتيف ولا الديستراكتيف ولا السيبريت ولا الريسايكلينج؟ تعال نترجم اختيار. كرييتيف معناها المبدع، destructive معناها المدمر، separate معناها المنفصل، recycling معناها المعاد أو إعادة التدوير. طبعا ولا واحدة من دول غير creative. التفكير المبدع يا جماعة هو ده اللي بيساعد في حل المشكلات بطرق فريدة من نوعها وطرق أصلية. 31 not means creating new ideas. not معناه خلق أفكار جديدة or solutions أو حلول جديدة. ده معناه إيه؟ كامبين حملة؟ لا طبعا. note taking أخذ الملاحظات؟ لا طبعا. funding تمويل اللي هو إعطاء أموال أو إعطاء فلوس؟ لا طبعا. ما تبقاش غير innovation. ايه innovation يا جماعه؟ ابتكار. الابتكار يا جماعه هو خلق افكار جديده او حلول جديده، ده كده اسمه innovation. 32 students not respect others. الطلبه يحترموا الاخرين to build a caring community علشان نبني مجتمع حريص او مجتمع مراعي الناس كلها في بعض او الناس كلها بتحب بعض. يبقى الطلبه لازم يحترموا الاخرين. can't يعني لا يستطيع مش ينفع. shouldn't يعني لا يجب ما ينفعش. don't have to يعني غير مضطر او مش مضطر. must يعني يجب. هي دي letter C يا جماعه. 33 رقم 33
Sarah not work very hard. Sarah not بتشتغل بجد جدا at university في الجامعة to achieve her goals عشان تحقق أهدافها. يبقى سارة might ولا must ولا can ولا had to. طبعا عشان تحقق أهدافها هي اللي يجب عليها إن هي تذاكر يبقى تبقى must letter B. might يعني احتمال لأ، can يعني تستطيع لأ، had to يعني اضطرت في الماضي لأ لأن أصل الجملة present. طيب protecting the environment حماية البيئة starts with بتبدأ ب recycling إعادة التدوير and raising a ورفع ال a أو زيادة ال a raising يعني رفع أو زيادة. يبقى حماية البيئة بتبدأ بإعادة التدوير ورفع ال a ال awareness الوعي ولا creativity الإبداع ولا permission السماح او الاذن ولا سكيل المهاره. طبعا انك تحمي البيئه ده بيبدا بالتدوير وزياده الوعي البيئي او الوعي تجاه حمايه البيئه letter A. طب مستر كريتيفيتي ليه لا؟ مع الابداع ما يمكن نزود الابداع. يعني انت بذمتك لو زودنا الابداع هنحمي البيئه؟ لا، لو زودنا الوعي بالبيئه. 35 زي finished هم خلصوا the project المشروع بتاعهم faster أسرع because of good A بسبب النقط الجيد بسبب الأوبستكلز العقبات الجيدة quarrels الخناقات الجيدة لا طبعا. طيب بسبب التيم وورك الهاوس هولد طبعا التيم وورك يا جماعة بسبب العمل الجماعي الجيد هاوس هولد يعني صحاب المنزل لا. تعال نكمل 36 36 not means ايه هي اللي معناها eagerness؟ قلناها فوق من شويه يا جماعه. eagerness معناها الشغف. ايه الكلمه اللي تعتبر synonym اللي تعتبر مرادف لكلمه الشغف اللي هي enthusiasm معناها الشغف والحماسه. زي not test of the app carefully هما not يفحصوا الابلكيشن البرنامج carefully بحرص شديد before releasing قبل اطلاقه it to users قبل ما يطلقوه الى المستخدمين. يبقى لازم ايه؟ لازم يفحصوا الابلكيشن بكل دقه. يجب يعني يا جماعه must. طب مستر ما هي يجب برضه يعني should. اقول لك بس should دي بتبقى advice نصيحه لوجه الله، اما must دي الزام داخلي عليهم. يبقى هم لازم يا جماعه او ضروره او نصيحه قويه يبقى زي must وليست should. We not wait for permission احنا not نستنى الاذن to start a good project just begin. not انك تستنى الاذن عشان تبدا مشروعك الجيد just begin ابدا على طول. يبقى انت لازم تستنى ولا مش لازم؟ مش لازم. طبعا مش لازم يبقى تبقى ايه؟ don't have to يعني don't have to يعني مش مضطر. 39 أو not means movement. not معناها movement الحركة of hands حركة الإيد or body أو الجسم used to express meaning وغالبا بتستخدم في التعبير عن معنى شيء أو كلمة معينة. الانترفيو لا طبعا. passion الشغف لا طبعا. skyline افق السماء لا طبعا. gesture اللي هي letter دي يعني gesture يعني ايماء يعني ايماء يعني حركه بالجسم يعني جيت عملتها كده دي ايماء او اشاره لايه؟ لباي باي صح؟ عملتها كده يبقى ايماء او اشاره ان انا موافق. عملتها كده يبقى انا غير موافق او نو صح كده؟ يبقى دي كلها gestures. number 40 we play football at tomorrow احنا هنلعب المفروض at club tomorrow ما علينا احنا هنلعب كوره في النادي بكره. would you like to join up ولا down ولا in ولا out؟ طبعا join in يعني join in يعني تشترك فيه او تشترك معنا. number 41 the bag of rice in the kitchen الشنطة بتاعت الرز او كيس الرز اللي في الكيتشن المطبخ not 5 kilograms not 5 كيلوغرام. طبعا يا جماعه بيوزن 5 كيلوغرام. طيب الباج دي الشنطه دي مفرد ولا جمع يا جماعه؟ مفرد يبقى تاخد مصدر ولا اس يبقى واي ولا وايز. طب مستر ليه مش از؟ ليه مش از وينج؟ علشان واي اللي هو يوزن ده يا جماعه ما بيجيش مستمر. يعني ما بيجيش مستمر يعني ما بيجيش ام از ار ولا ان جي الا لو معناها يوزن مش وزنه. يعني انا لو انا هوزن الرز هقول I'm weighing the bag انا اللي هوزنه. انما هنا انا بدات تبقى انا ولا بالرز فالرز هو اللي بيوزن ولا وزنه يبقى دي ما تجيش مستمر يبقى تبقى weighs. من الاخر لو هنا كان
لو هنا كان في الجملة he not the rice now، هو بيوزن الرز دلوقتي، ساعتها في الجملة دي كنت اخترت is weighing. طب ليه؟ لأن هو وزن الرز ولا بيوزن الرز؟ بيوزن الرز، فتبقى is weighing. أما هنا الشنطة بتاعت الرز هي اللي بتوزن ولا وزنها 5 كيلو؟ وزنها، فمش هتبقى ing. طيب what not about now؟ هو انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ بتفكر في ايه دلوقتي؟ يبقى هنا يا جماعه طبعا دي الستاتيك فيربس، الافعال اللي هي الساكنه، والدايناميك فيربس الافعال المتحركه. بص هنا كده يا باشا، think وركز معايا، لو معناها يعتقد لا تأتي مستمر. طب think لو معناها يفكر تيجي مستمر. يبقى امسك العقل معايا كده، بقول لك هو انت نقط في ايه دلوقتي؟ هو انت بتعتقد في ايه دلوقتي ولا بتفكر في ايه دلوقتي؟ بتفكر، يبقى think هتيجي بمعنى يعتقد ولا يفكر؟ يفكر، ويفكر ما تجيش مستمر ولا تأتي مستمر؟ تأتي مستمر، يبقى تبقى are you thinking اللي هي letter A. We should help him as he not difficulties with his project now. احنا لازم نساعده لان هو عنده مشاكل مع المشروع دلوقتي. بص بقى يا عم الحاج، عندك have وهاز او have يعني. have دي لو معناها يمتلك ما تجيش مستمر، ما تجيش مستمر. لو معناها يأكل أو يأخذ أو يقضي وقت أو ياخد شاور، كل دي ساعتها تيجي مستمر. لو أي معنى غير يمتلك تيجي مستمر، أي معنى آخر غير يمتلك تيجي مستمر. فبالك إحنا المفروض نساعده عشان هو نقط صعوبات في المشروع، عشان هو يمتلك أو عنده مشاكل، فدي كده معناها يمتلك أو عنده، فمش هتيجي مستمر، ما تجيش مستمر. يبقى أنا ينفع أقول he is having؟ لأ، هقول he has. Ali used to knot tails to get away from his father's punishment. علي متعود ان هو نقط يعني اقول لك ايه، اعذار او حجج علشان يهرب من العقاب بتاع باباه. يبقى هو متعود ان هو ايه، invent يخترع، ولا invite يدعو، ولا disappoint يحبط، ولا discourage ينهي. طبعا هتبقى invent بيخترع اعذار علشان يهرب من عقاب والده. تعال نكمل. Number 45. Diseases المرضى turn into pandemics، بتتحول إلى أوبئة. الأمراض يا جماعة، أنا قلت المرضى صح؟ لا، الأمراض يا جماعة بتتحول إلى أوبئة when they spread، لما بينتشروا نقط many parts of the world، لما بينتشروا في جميع أنحاء العالم. spread off ولا down ولا in ولا to، طبعا spread to ينتشروا إلى. 46. Many great projects، الكثير من المشاريع العظيمة have not more attention، لديها اهتمام كبير جدا to Egypt recently، في مصر أو إلى مصر مؤخرا. الكثير من المشاريع have attracted ولا attacked ولا distracted ولا compared. طبعا attracted، الكثير من المشاريع العظيمة جذبت الانتباه لمصر في الفترة، لكن attract يعني ايه؟ يجذب. سامح not lunch with his family now. اهو هنا بص بقى، هنا هتيجي بمعنى يمتلك، يمتلك الغداء؟ اكيد لا، هتيجي بمعنى يتناول الغداء او ياكل الغداء. يبقى كده هاف جت بمعنى يمتلك ولا بمعنى تاني؟ بمعنى تاني، يبقى تيجي مستمر. يبقى انا هنا هقول has ولا is having؟ is having. معلش نمسك العقل تاني مع بعض. انت هنا لما جينا في سؤال رقم 34 قلت لك احنا المفروض نساعده عشان هو نقط مشاكل، هو بياكل المشاكل ولا يمتلك مشاكل؟ يمتلك، فدي كانت has مش is having، عشان يمتلك ما تجيش مستمر. اي معنى تاني غير يمتلك تيجي مستمر. هنا بقى هو نقط الغداء مع عيلته، طبعا يبقى طبعا ده مش معناه يمتلك الغداء مع عيلته، هو بياكل الغداء او يتناول الغداء، فتبقى is having. طيب تعال نكمل. 48. This documentary، هذا الفيلم الوثائقي، documentary يعني فيلم ايه؟ وثائقي. نقط exciting، نقط رائع. طبعا هنا sound يا جماعه تيجي بمعنى يبدو، sound هتيجي بمعنى ايه؟ يبدو، الفيلم ده يبدو رائع. ولو جت بمعنى يبدو يا جماعه لا تاتي مستمر، يبقى تبقى sounds مش sounding خالص. Not means showing care for others. Not معناه ان انت بتظهر الرعايه او الاهتمام بالاخرين. طبعا ده معناه extension
مساحة زيادة؟ لأ. division؟ لأ. mission مهمة يعني اللي هو حاجة مطلوبة منك؟ لأ. compassion التعاطف، إنك تظهر الرحمة والاهتمام بالآخرين. Number 50. It's not من المعروف in many countries في كثير من الدول إن begins not peace إن الحمام يا جماعة begins يعني حمام هو نقط السلام. الحمام fights بيحارب السلام أو بيتخانق مع السلام؟ لأ. hate بيكره السلام؟ لأ. symbolize بيرمز إلى السلام. Number 51. She has a bad headache هي عندها صداع شديد وأنا والله as she ran not revising for 5 hours لأن هي استمرت في المراجعة لمدة 5 ساعات. يعني ايه يستمر يا جماعة؟ يستمر يعني run on يعني يستمر. دي شوية prepositions مهمة جدا. This juice العصير ده not nice not رائع. Would you like some؟ تحب تشرب شوية؟ العصير ده يا جماعة يتذوق رائع ولا طعمه رائع؟ طعمه فهتبقى tastes letter B. The flower الوردة you gave 10 minutes ago الوردة اللي انت اديتها من 10 دقايق نقط very good بتشم حلو ولا ريحتها حلوة؟ ريحتها يبقى تبقى smells letter A. طب لو معناه يشم كنت اختار is smelling. 54 not means not معناها the process العملية of becoming bigger انك تكبر better انك تبقى افضل or more developed او تبقى متطور اكتر. يبقى ده كده معناه ايه؟ stress الضغط؟ لا. reduction التقليل؟ لا. pressure الضغط؟ لا برضو. growth يعني النمو ده معناه ان انت تبقى اكبر افضل ومتطور اكثر. طيب what he said not joy اللي هو قاله ده جلب لينا السعادة أو خلانا مبسوطين. يجلب السعادة يعني bring joy. طب bring دي يا حبيبي الماضي منها إيه بقى؟ brought letter A. يبقى brought joy يعني جاب السعادة فرحنا يعني. I think children should be prevented not playing. أعتقد إن الأطفال لازم إن هم يتم منعهم من لعب ألعاب خطيرة. prevent تاخد preposition اسمه from. prevent from يعني يمنع من. 57 It seems not this novel may achieve great success. يبدو إن هذه الرواية هتحقق نجاح كبير. هنا يا جماعة seem جاي بعدها infinitive مصدر ولا جاي بعدها sentence جملة؟ أنا شايف إن this novel may achieve great success دي تعتبر جملة. طب هي الجملة بتاخد to ولا بتاخد that؟ طبعا تاخد that فتبقى it seems that. What does the word neglect نقط؟ neglect يعني يهمل أو يتجاهل. عايز أقول لك ما معنى كلمة يتجاهل؟ معنى أو يعني معناها إيه يا جماعة؟ mean. Not means the latest time or date to finish something. نقط معناها آخر وقت إنك تخلص فيه الحاجة. ده طبعا اسمه deadline آخر موعد أو الموعد النهائي. Number 60 هنا يا أبطال. After accepting the offer بعد القبول للعرض بعد قبول العرض يا جماعة he not his mind هو نقط رأيه and refused it ورفض. يبقى هو exchanged بدل رأيه؟ لأ. chucked؟ لأ. charged؟ لأ. changed هو غير رأيه. 61 he is really a careless person هو بالحقيقة أو بالفعل شخص مهمل. he doesn't not responsible for anything هو ليس مسؤول في أي حاجة. يبقى doesn't fall ولا find ولا feel ولا forgive. doesn't feel لا يبدو مسؤول في أي حاجة. مستر علي is busy now مستر علي مشغول دلوقتي. he seems to نقط هو يبدو إن هو نقط something important يبدو إن هو نقط شيء مهم بيعمل شيء مهم يا جماعة. يبقى تبقى he seems to be doing عشان بيعمله دلوقتي حالا. 63 I don't know what you know by this words. أنا مش عارف أنت نقط إيه بالكلمات دي. أنت تبدو إيه بالكلمات دي؟ لأ. suppose تفترض إيه بالكلمات دي؟ لأ. think ولا مين؟ طبعا مين. تقصد إيه بالكلمات دي؟ To advise strongly and positively means to إيه؟ إنك تنصح حد بقوة وبإيجابية. ده معنى إن أنت إيه؟ disappoint تحبطه؟ لأ. block تمنعه؟ لأ. discourage تنهيه؟ لأ. encourage تشجعه.
During learning how to drive a car أثناء تعلم إزاي تسوق عربية my father was my إيه والدي كان هو الإيه كان my growth النمو بتاعي لأ session الجلسة بتاعتي لأ instructor المرشد بتاعي أو المعلم بتاعي المدرس بتاعي تمام طيب 66 she drank a glass filled not milk at breakfast هي شربت كوباية مليانة باللبن على الفطار filled with ولا for ولا off ولا at طبعا filled with يعني مليانة ب ماهر seems not jazz music ماهر يبدو ان هو بيحب يستمع الى الموسيقى الجاز that ولا to be liked ولا to like ولا as if طبعا to like ان هو يحب أدهم has an important interview tomorrow أدهم عنده interview مهم بكرة which means not up early وده معناه ان هو نقط بدري الصبح to get ولا get ولا getting ولا get ده معناه ان هو يقصد يصحى بدري ولا يعني يصحى بدري ولا المفروض يصحى بدري المفروض يبقى هيجي بعدها ing يبقى تبقى getting letter C وبكده يا أبطال نبقى وصلنا لنهاية التقييمات أتمنى إن هي تكون لمت معاك الأفكار المختلفة على المنهج على ال6 يونتس اللي عندك وأتمنى تكون استفدت أتمنى تكون كتبت الملاحظات ملاحظة واستنانا في فيديو ليلة الامتحان هنحل معاك أو هنراجع معاك على المنهج كله سواء كلمات سواء جرامر سواء سكيل سواء ستوري ومش هنسيبك غير وانت جايب الفول مارك باذن الله والشعار بتاعنا دايما مع البوب هتبقى التوب ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان تشترك بقى والسلام عليكم